من أساسيات رمضان الحمام على كل سفرة وفي كل بيت. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وتعود عليكم الأيام بخير. تعالي أقولك تعملي حمام ازاي وتشيليه في الفريزر لو انتي بتشتغلي أو عاملة مشروع وما عندكيش وقت وعايزة تجهزيه. هنورقه، وريكي تورقيه ازاي بالمعلقة. هقولك على خلطة حشو تحفة هتعمليها، هتبهري بيها كل الناس. وهقولك على سر معلقة واحدة هتضيفيها هتضيعلك أي زفارة تكون في أي نوع من أنواع الطيور. تابعي الفيديو وما تنسيش تحطي لايك وكومنت حلو، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا هنا كنت عاملة الخلطة وهوريكم الخلطة انا عاملاها ازاي. وبحشي الحمام. طيب الحمام بيبقى فيه حتت ماسكة ما بين الجلد وما بين اللحم. بجيب معلقة وبروح عاملة بيها زي ما انتي شايفة كده، وبملى الحمامية كلها كويس جدا. طيب الحمامة مش هتفرقع يا نوري؟ لا مش هتفرقع، لان انا هاجي اخرمها من تحت وهوريكي ازاي. دي الكبد والقوانص بتاعتي انا كنت سايباها عشان بحب اقفل بيها كده. انا كنت عاملاه بس كان في ناس ما بتحبش الكبد والقوانص في الخلطة، فانا سبتهم وشوحتهم لوحديهم كده وبقفل بيهم الحمامية من تحت. شايفة الحمامية بقت عاملة ازاي؟ بروح جايبة السكينة من تحت بطها، بروح غزاها كده عشان لما بحطها في المية ما تفرقعش. الخطوة دي مهمة جدا عشان الحمام ما يفرقعش معاكي. تروحي جاية خرماها بخلة او بسكينة او بشوكة من تحت الباط كده عشان الحمام ما يفرقعش معاكي. وهنا بكمل بقى الحشو من الزور. بصوا الحمام معايا مورق كله ما شاء الله، وشكله عامل ازاي، كان تحفة. اللهم بارك بجد، كان جميل جدا. زي ما قلتلك انا بحط معلقة طحينة في المية بتاعت الغسيل، بتضيعلك وتشيلك اي زفارة تكون في الحمام. بخلة او فتلة هقفل الحتتين دول كده، وادي شكل الحمام معايا. بصي دي صغيرة وقد ايه، صغيرة جدا ومش مورقة كويس. الراجل ما كانش مورقه معايا كويس. هنا بحشيه من تحت لفوق. جربي الطريقة دي مش هيفرقع معاكي خالص. هسيبلك الرابط بتاع قناتي التانية في كل التفاصيل بتاعة الحمام، غسيله، طريقة الخلطة، وطريقة التوريق لو عايزة تتابعيه. لو انت عروسة جديدة او لسه جديدة في المطبخ وعايزة كل التكات وعايزة فيديو مفسر، هسيبلك الرابط بتاع القناة. اتمنى تخشي تزوريني، تعملي لي لايك وتقولي رأيك في الفيديو. انا زي الرز زي ما قلتلك، كل حمامية بتاخد كبشة بالظبط قد كف الايد، وباخد على قد كل شوية بحط شوية يبردوا واحشي بيهم، عشان الرز لازم يكون بارد، ما ينفعش يكون سخن عشان الحمام ما يفرقعش معاكي. خلي بالك طويل، بالراحة. متخافيش مش هيفرقع معاكي. امشي على الخطوات مظبوطة، هتاخدي احلى حمام زي بتاع بره، واحلى كمان، احلى بكتير صدقيني. انا هنا مركزة معاكم على طريقة الحشو. هنا بقفل بالكبد والقوانص وبروح جاية مكتفاه من تحت كده.
لو في حالة ان الحتة دي اتقطعت معاكي، بتروحي جايبة فتلة وتروحي رابطة الرجلين في بعض. شوفي انا بخرمه ازاي، التركاية دي مهمة جدا جدا جدا. عايزة تشيلي الراس شيليها، عايزة تسيبيها سيبيها. انا ساعات بشيلها بصراحة وساعات بسيبها. حاولي ما تخليش رز عليها من بره عشان الشوربة. بصي انا ماشية معاكي بالراحة جدا عشان تشوفي كل خطوة في الحشو، عشان ناس كتير جدا بعتتلي بصراحة قالت لي الحمام بيفرقع مننا وعايزين طريقة للحشو بتاعته، فانا قررت اعمل لكم حلقة مخصوصة لحشو الحمام. بس انا هنا شلت الرقبة وهحشيها من فوق. هبتدي احشيها من فوق. بصي انا هنا جيت احشيها لقيتها مش متورقة كويس، جبت المعلقة وبالراحة اهي. افضل طريقة لتوريق الحمام. هتلاقي بقى في اللينك اللي هحطهولك طريقة الحشو، الخلطة التحفة اللي انا بعملها، انا عملتها كذا مرة قبل كده. طريقة التوابل اللي انا عملتها في اول الفيديو، التوابل دي تحفة، اعتمديها عندك في كل انواع الطيور. هتلاقي طريقة غسيل الحمام وتنظيفه. انا بوريكي من هنا ازاي انا بحشيه من فوق وبحشيه من تحت. بصي الحمامية متورقة معايا بكل سهولة وسلاسة. وفي واحدة عندي كان الفرخة جايبها لي مقطوعة خالص، هوريكي انا عملت فيها ايه. مفيش حاجة بتقف قصادنا، وزي ما قلتلك انتي ممكن تعمليه بتحشيه كده وتشيليه في الفريزر وتطلعيه تسلقيه على طول، وممكن تحطيه تحشيه وتسلقيه وما تيجي تحمريه تحطيه في صينية تحطيه في الفرن، هيتحمر ويسخن معاكي يبقى كويس جدا بالخلطة والصوص اللي انتي شفتيني بحطه عليه في اول الفيديو. تحفة تحفة تحفة. يعني يا اما تسلقيه وتشيليه بالصوص مدهون عليه في صينية فويل او اي صينية وتطلعي وتحطيه في الفرن على طول، او تشيليه محشي وتحطيه واول ما تبقي عايزة تعمليه تروحي مطلعه حطاه في المية. لو انتي بتعملي مشروع اعملي بقى كمية كبيرة وروحي حطاه في الفريزر، وساعة ما يجيلك اوردر تروحي يا دوبك طالعه سلقاه على طول، هيبقى فريش معاكي وزي الفل، والرز مش هيكسر ولا يبوش ولا اي حاجة. اهو مهم جدا. بصي ما شاء الله الحمامية عاملة ازاي. اخر واحدة اهي. بصي بقى دي مقطوعة ازاي، هوريكي دلوقتي انا هعمل فيها ايه وهخليها قد ايه. مفيش حاجة بتترمي ولا في حاجة هتقف قصادنا. طبعا هي كانت مقطوعة حتة كبيرة، ولا هينفع اعملها بخلة ولا هينفع اخيطها، هتبقى شكلها مش ظريف لان القطع كان كبير. بصي هنا انا جيت اكتفها لقيت الخرم ده مقطوع، رحت عاملة خرم تاني بايدي. بصي بقى انا هنزل بالحمام ازاي، بنزل بيه على وشه وما بغطيش الحمام. انا هنا حاطه طبعا الميه وحاطه البوكي جرنيه بتاعي كلكم عارفينه، وبرضه هتلاقيه في الفيديو بتفاصيله اللينك اللي هحطهولك. وحاولي ما تحطيش عدد كبير في الميه.
يعني 5 ب5 او 4 ب4. طبعا انا كنت عاملة كمية عشان كان عندي عزومة. بصي بقى الحمامية اول ما نزلت عملت معاكي ازاي اهي. بصي بتروح قافلة على طول، عشان كده بتحطيها على وشها عشان تديله صدمة وما ينزلش الرز منه. بصي بقى اللي كانت مقطوعة، بصي بقت عاملة ازاي. بصي ولا خيطتها ولا عملت اي حاجة. بصي الشوربة كان لونها عامل ازاي. انا بحاول اوريكي، ده كان تاني دور عملته. بصي الحمام ما شاء الله بقى حجمها عامل ازاي، اللهم بارك. تابع الخطوات كل التفاصيل. يلا اتمنى الفيديو يكون عجبكم، تنسوش لايك وشير وكومنت حلو كده. تعالي بقى اقولك الصوص قبل ما امشي. انا هنا معايا معلقة من السمنة البلدي او الزبدة او الزيت، وعندي ملح وفلفل، وعندي صلصة. ويا سلام لو عندك معلقة عسل نحل بتخلي تحفة تحفة تحفة. وطبعا طبعا رشة جوز الطيب. احلى صوص ممكن تعملي بيه اي تحمير، تحمري بيه اي طيور، بط، فراخ، حمام، بجد بيخلي لونه تحفة. انا كنت بخزنه في الفريزر، فانا عملته عشان اطلعه احطه في صينية في الفرن على طول ويتحمر. حطيت معلقة سمنة على معلقة صلصة، ملح وفلفل، رشة جوز الطيب، ومعلقة عسل نحل، بس كده. وهروح جايبة الفرشة بتاعتي واروح دهناه. هيشرب طبعا، هو كان سخن كمان شوية، فطبعا شرب من التتبيلة التحفة. وحطيت رشة زعتر تخليه تحفة. بصي حجم الحمام عامل ازاي، فرقعش معانا، حجمها محترم مع ان الحمام كان صغير شوية. انا بقى هعمله كده واحطه في الفريزر واطلعه زي ما قلتلك، بس كده. متبخليش عليا باللايك، لايك يا حلوين، رمضان كريم. ما شاء الله ريحة الخلطة دي تحفة. انا كده خلصت وهلفه بستريتش، بس طبعا انا هسيبه يبرد، بس انا اوريكي بس الفكرة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم.